لله علام الغيوب ستار العيوب بيده نواصي القلوب الخبير بما تجني السرائر العليم بما سبحانه وتعالى حكمه مقبول وأمره مفعول. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم ونبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي في الله، نحن نمر بفتنة شديدة وظلمة عجيبة. سبحان الله، أشد ما في الظلمة وأكبر وأعلى ما فيها أن الإسلام يهان وأن الإسلام يؤتى من كل مكان. المصيبة الكبرى ليس في أن يهان الإسلام، ورغم أنها مصيبة إلا أن هناك مصيبة أكبر أن يهان الإسلام من أهل الإسلام. مصيبة، هذه هي المصيبة الكبرى، يهان الإسلام من أهل الإسلام. سبحان الملك العلام. يا أخي في الله، ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن الإسلام وعن أهل الإسلام أيضا؟ ما كان يدافع فقط عن الإسلام ولكن عن أهل الإسلام. وكان إذا دعا الله عز وجل في الحديث الصحيح في دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. أخذ بالك من حتة يا ولي الإسلام وأهله يعني ولي الإسلام وأهل الإسلام. النهارده لما يجي حد يكذب، لما يجي حد يعمل خطأ، لما يجي حد من المسلمين يعمل أي أمر خارج عن نطاق المألوف، تجد ولا حول ولا قوة إلا بالله تربصا شديد. التربص ده هتلاقيه في كتاب الله عز وجل. لو احنا اتكلمنا والأمر أطال معانا هنعرفكم يعني إيه إن الكلام ده موجود في كتاب الله عز وجل. ولكن أن تؤتى التطاول أو يؤتى التطاول من المسلمين دي مصيبة كبرى، مصيبة كبرى أن يؤتى التطاول من المسلمين. تقول لي طب والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدافع عن أهل الإسلام؟ نقول لك يا أخي سبحان الله، أحد الصحابة كان يؤتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر، فكان يقام عليه الحد. فكل مرة يجي يقام عليه الحد، كل مرة يجي يقام عليه. كثرت العملية قوي، فالصحابة قاعدين كده والنبي صلى الله عليه وسلم فجاء راجل عشان يقام عليه الحد. فسبحان الله الناس راح يقولوا لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه ولكن قولوا غفر الله له. بص الدفاع صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا غفر الله له، فما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يحب الله ورسوله. عارف إمتى تهاجم أهل الدين، تهاجم أهل الإسلام إمتى؟ لو خرجوا عن شرع الله عز وجل، أو خرجوا عن الله عز وجل في الذات العالية في الأسماء والصفات، أو خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أمر في أساسيات الدين. فاعلم حبيبي في الله أن هذا الخروج من حقك أنك أنت تهاجم أهل بمجرد أن هم يخرجون أخطاء شخصية. نقول لك ما كان ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة. وإن شئتم فارجعوا إلى سيدنا حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسل مع المرأة الكتاب ليبلغ أهل مكة أن الرسول سيفتح مكة، كانت خيانة عظمى، خيانة عظمى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء له أبو بكر الصديق، لما جاء له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يقول له: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. خيانة عظمى، خان الرسول صلى الله عليه وسلم وخان الله سبحانه وتعالى، وراح بعت مع المرأة خطاب تجسس. صلى الله عليه وسلم جاي وتعالى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر إيه؟ يقول له عمر: لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا ففعلوا ما شئتم ولا يقول له أحدا إلا خيرا. سبحان الملك. في الأول يقول لهم: لا تلعنوه، ما أعرفه إلا يحب الله ورسوله. هؤلاء يخطبون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد كان فيه رواج للدين وعلو له وسمو ورفعة، ويحمل على أكتاف الصحابة، ويخرج صحابي يفعل تلك الفعلة الكبيرة العظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يضع حسناته في كفة وتلك السيئات في كفة فترجح كفة الحسنات. احنا عندنا مفيش ترجيح لكفة الحسنات على الإطلاق، كل الترجيح لكفة السيئات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يجد المسلم منهم يعمل خطأ أو يكذبوا على الناس في أمر أو يخرج عن المألوف في أمر ما، تجد هجوم شرس، والهجوم يتطاول حتى يصل إلى المسلمين كافة وإلى أهل الإسلام كافة وإلى أهل الدين خاصة. يقول لك لا، ابعدنا عن الدين. الأغرب من الأمر يقول لك ابعد عن الدين، وبعدين عايز يعيش مرتاح، عايز يخرج بره الفتنة. أخرجت الله عز
أو تعليمية أو ثقافية أو دينية من جميع النواحي. والله الذي لا إله غيره ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لينظم لنا حياتنا حتى الاجتماعية، حتى في بيوتنا، حتى مع الجيران ومع الأبناء ومع الزوجة ومع الأب ومع الأم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الدين إلا لينظم لك الحياة أولها وآخرها. الأمر غاية في الخطورة. لو أنت شلت الله عز وجل من الأمر، لو شلت ربنا عز وجل ويبعد الدين، يعني يبعد الله عز وجل العملية السياسية فقط لا غير، وبعدين يا سبحان الله تبعد ربنا سبحانه وتعالى وعايزنا نعيش مرتاحين. أفلا بذكر الله تطمئن القلوب؟ مش هتطمئن القلوب، والله لا تطمئن القلوب. ربنا عز وجل يقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. واحنا كمان لما نبعد الله عز وجل يكون الأمر مريج. لذلك تجد البلد كلها في اضطراب وفي قلق وفي ولا حول ولا قوة إلا بالله، في تعب شديد وهم وغم، والكل يسأل متى يرجع، متى يعود الأمن، متى يعود الأمان. وظنوا أن الأمان عند أناس معينة أو عند طائفة معينة، نسوا أن الأمن والأمان بيد الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره لا أمن ولا أمان إلا في عبادة الرحمن عز وجل، ولا خروج مما نحن فيه إلا بالعودة إلى الله عز وجل والخضوع لله عز وجل والاحتكام لشرع الله عز وجل والاحتكام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا خروج من تلك الأزمة إلا بقول الله عز وجل في محكم الكتاب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إحنا مش لاقيين مخرج مما نحن فيه الآن من كل الأمور التي تحيط بنا في تلك البلد الكريمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. في كل الأمور لن تجد مخرج إلا بتقوى الله عز وجل، ونجد من ينادي بأن نبعد الدين عن الأمر الذي نحن فيه، عن أمر السياسة وعن أمر الدنيا، ونجد من ينادي ابعدوا الإسلاميين، ابعدوا أهل الله عز وجل. نحن لا نقول أنهم لا يخطئون، إنهم بشر، ولكنهم ليس حجة على الإسلام. الإسلام حجة على العباد أجمعين. أما أن يكون العباد حجة على الإسلام، أما أن ينادي بعض الناس الذين لا حول ولا قوة إلا بالله لا علم لهم ولا فهم لهم ولا إدراك لهم، يريدون أن يبعدوا وأن يقسوا الله عز وجل وأهله عن أمر الدين. سبحان الله، ألم تكن الفئة السابقة كلها بعيدة عن الله عز وجل؟ ماذا رأيتم منها وماذا حصل لكم منها وماذا جنيتم من ورائها؟ ألم يكن تلك الفساد المستشرى إلى الآن وتلك الضياع للأخلاقيات إلى الآن؟ سبحان الملك، سبحان الملك. وكأننا لا نرى. يريدون أناسا آخرون يبعدون عن السياسة، يقولون نحن نتكلم بأمور دنيوية عدالة اجتماعية وما إلى ذلك، على عينه وعلى راسه يا سيدي، ولكن على شرع الله على سنة رسوله. عارف ليه؟ لأنك عبد لله عز وجل. إن خرجت خارج نطاق العبودية لله سبحانه وتعالى لن تستطيع أن تكون في عيشة راغدة ولا عيشة سعيدة ولا عيشة فيها رفاهية كما تريدون، ولا حتى فيها